بصوا حبايبي، اول حاجة عملناها ان احنا ضربنا التفاح في الكبة. احنا بنحاول نعمل كريب بالتفاح والموز، للطفل صغير او طفلة صغيرة او لينا حتى، بس بيبقى صحي قوي. فاحنا ضربنا التفاح في الكبة، خليناه ناعم جدا. بعد ما فرمنا التفاح يا حبايبي في الكبة، بقى زي المية كده ومعاه موز، يعني تفاحتين وموزة عملناهم في الكبة. وبعدين حطيناهم معاهم هنا بيضة ورشة قرفة، يعني أقل من نص معلقة قرفة ناعمة، وربع كوباية لبن. حطيناهم كلهم كده وضربناهم مع بعض. هنحط عليهم دلوقتي حوالي كوباية دقيق، هنحط واحدة واحدة لحد ما العجينة تبقى يعني سميكة كده، واحدة واحدة، وهنقلب وهوريكم في الآخر. حطينا كوباية دقيق على الخليط اللي قلنا عليه، وبقى كده القوام بقى عامل كده. دلوقتي هاخده وادهن طاسة على زيت زيتون، واحط الخليط ده على الطاسة. هوريكم دلوقتي. بصوا يا حبايبي، ادي الطاسة دهنتها بالظبط، يعني كام نقطة كده زيت زيتون. وعارفة يعني هفتح تحتها النار، اسخن الطاسة وبعدين احط الخليط. بصوا حبايبي، بعد ما سخنا الطاسة واللي هي مدهونة نقطتين كده زيت زيتون، حطينا عليها الخليط ووطينا بقى النار، ونسيبه بقى يستوي كده مع نفسه لحد ما نحس انه ماسك نفسه، بقى شبه الكريب التخين كده او البانكيك. فلما يخلص هوريه لكم. احنا موطيين تحتيه النار خالص عشان يستوي براحته خالص. وفكركم تاني احنا عملنا هرسنا التفاح جامد جدا في الكبة. كنت تفاحتين ومعاهم موزة ورشة قرفة صغيرة جدا، يعني اقل من نص معلقة. وبعدين خدناهم ضربنا معاهم بيضة وربع كوباية لبن تقريبا. ولما ضربناهم كويس خلاص كده كله، حطينا معاهم كوباية دقيق، واحدة واحدة، فبقى العجينة تخينة كده. وبعدين دهنا الطاسة زيت زيتون، وفتحنا تحتها النار على البوتاجاز، وحطينا عليها الخليط وموطين تحته النار بقى شوية لحد ما يستوي خالص. كده شكله يا حبايبي هو بقاله حوالي تلت ساعة على نار هادية جدا على البوتاجاز في الطاسة. وقلبته على الناحية التانية علشان الناحية التانية تستوي زي الناحية دي كده. فهسيبه كمان مثلا 5 دقايق، وبعد كده هنقله في الطبق ده، واقسمه كده على شكل مثلا نجوم او قلوب اللي عندكم، يعني او دواير حتى. يعني لو ما عندكوش دي تقسموا بيها تعمل نجوم. ممكن بكوباية صغننة هتعمل دواير، واخدين بالكم، او فنجان صغنن هيعمل دواير علشان يبقى في الاخر شكله حلو، يعني لو هنقدمه للاطفال وكده. فانا رجعت تاني هراجع معاكم بس عملنا احنا جبنا تفاحتين غسلناهم وهرسناهم في الكبة كويس جدا، بقوا زي يعني بقوا عجينة كده. ومعاهم موزة ورشة قرفة صغيرة اقل من نص معلقة مطحونة. وبعدين رحنا حطيناهم في حاجة عميقة بقى، ضربناهم بالمضرب حتى اليدوي ده كده، معاه بيضة ومع ربع كوباية لبن، وبعدين مع كوباية دقيق بحالها. نزلنا الدقيق واحدة واحدة وقلبناه برضو بمضرب البيض بسيط كده، فبقت عجينة تخينة. جبنا بقى الطاسة دي ورحنا دهنينها زيت زيتون بسيط، وحطينا عليها العجينة التخينة دي وسايبينها بقى مع نفسها كده بقى لها يجي تلت ساعة على نار هادية تستوي. بعد ما تستوي خالص هنقلها في الطبق، او يعني اقسمها وهي في الطاسه كده بحاجه كده عامله شكل، يعني اللي هي مثلا نجوم او قلوب، او حتى كوبايه صغيره تبقى عامله دواير كده. طيب، وهوريها لكم في الاخر تبقى عامله ازاي.
كده هو استوى يا حبايبي، وهنقله بقى في طبق عشان ابدا اقسمه. انا عرفت ازاي انه استوى. اولا ريحته بقت جميله جدا. تاني حاجه، احنا لما بنيجي نرفعه كده بيترفع معانا بسهوله، مش بيتفرفط او مش بيتكسر. فكده هو استوى تماما. بقالنا حوالي نص ساعه موطين عليه خالص النار، زي ما انتم شايفين كده موطين خالص النار، واخدين بالكم على العين الصغيره وموطين عليه. بس هنطلعه بقى ونقسمه. بصوا حبايبي، هي خلصت وانا حاولت اقسمها بس ما عرفتش الحقيقه، لان هي طلعت طريه قوي. فقسمتها اي تقسيمه كده بكوبايه صغيره، عملت بيها مثلا شبه دواير، وقسمتها كده بايدي بالمعلقه، التقسيمات التانية دي. وطعمها جميل جدا وهيلثي جدا، صحيه، ما فيهاش سكر، ما فيهاش دهون. كل الدهون اللي فيها هي معلقة زيت زيتون، وهي مفيدة جدا. وفيها فاكهة، فيها التفاح وفيها الموز للأطفال اللي ما بيحبوش ياكلوه كده برساي لوحده. فدعكناه وفرمناه جوه العجينة دي، ومع بيض ولبن. فهي مفيدة جدا ان شاء الله للأطفال، ويا رب تعجبهم بإذن الله.